عارفين يا جماعه، انا حصل لي دلوقتي حاجه حلوه جدا. اتبسطت بصراحه من نفسي فيها، قلت اشاركها معاكم. انا كنت بلف الطرحه على ورا، وكنت اغلب الوقت طبعا عاملاها لوس ومبينه رقبتي ومبينه شعري، والدنيا كانت خربانه. المهم خدت قرار ان انا هلفها حجاب كامل، وكنت حتى منزله فيديو يعني. المهم في الاول كنت زي اي حد مش متقبله شكلي، بعد كده الحمد لله تقبلت شكلي. الفكره بقى مش في كده، الفكره دلوقتي وانا بتصور قلت يا شيل الدبوس كده يعني، واحاول اتصور صوره كده وابين يعني حتى من رقبتي، اسيب الصوره عادي عندي على الموبايل. المهم بصيت حسيت شكلي مش حلو، انا مبينه رقبتي وحاسه ان انا كاني عريانه، حاسه اللي هو في حاجه غلط. وعلى فكرة نفس الحاجة برضو بتحصل لي لو خصلة من شعري زي دلوقتي كده. لو خصلة من شعري لقيتها باينة، ببقى اصلا شايفة نفسي شكلي مش حلو، وحاساني مش مستورة كفاية، حاسة في حاجة غلط. فشوفوا سبحان الله، الواحد في الاول بيبدأ بخطوة، بعد كده ربنا بفضل ربنا، ده مش بفضلنا احنا ابدا، ربنا اللي بيحبك في الحاجة وبيخليك مش عارف حتى ترجع لربع الغلط اللي انت كنت بتعمله في الاول. فعايزه اقول للبنات اللي هي بتبقى مثلا عايزه تقلع الحجاب عشان هي مش ملتزمه بيه كفايه، فانتي لما تقلعيه والله هتبقي اسوأ من ما انتي مثلا تبقي لابسه نص حجاب. بجد هتبقي اسوأ بكتير. واقصد بكلمه هتبقي اسوأ دي ان انتي في الاول هتقلعي الحجاب، ولو كنتي بتلبسي بكم هتلبسي نص، وبعد كده هتلبسي قط، وهتفضلي كل شويه تقصري لبسك، وهتعملي حاجات انت عمرك ما كنتي هتتخيلي ان انت هتعمليها. فانت خليكي لابساه لحد ما ربنا يهديكي واحده واحده، لان الحاجات دي خطوات، انت بتقربي من ربنا خطوه ربنا بيقرب لك اكتر، والحمد لله بيحبك بجد في الحاجه من قلبك. حاسه ان انا دخلت في موضوع تاني، بس وانا بتكلم الموضوع ده جه في دماغي ان فعلا مش عشان احنا مش عارفين نعمل الحاجه صح كامله نقوم نسيب الصح خالص ونعمل حاجه غلط. لا، الغلط بيجيب غلط والصح بيجيب صح.